بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أساتذتنا الكرام في الرياضيات للتعليم المتوسط، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتكم دائما علم صالح ينتفع به. إذن أتواصل معكم في هذه الحصة من أجل اندماج وانسجام ضروري الأستاذ المستخلف المتعاقد المتربص والأستاذ بصفة عامة في مرحلة التعليم المتوسط في نظام الجماعة التربوية بالمتوسطة. إذن أستاذي الكريم، إذا أردت أن تنجح مهنيا، إذا أردت أن تنمي كفاءتك المهنية، فعليك أولا أن تنجح في الالتزام المهني، وبذلك من أجل أن تنجح في التزامك مهنيا عليك أن تنجح في عوامل محددة أسميتها عوامل النجاح المهني حصريا على هذه القناة. إذن ألف داخل أسوار المتوسطة: 1. دخول قاعة الأساتذة ربع ساعة على الأقل قبل بداية الحصة الأولى من أجل وضع آخر اللمسات وإعداد ما يجب من وسائل أقلام، أدوات هندسية، ملصقات وغيرها، استعدادا لتسيير الحصص المقررة اليوم. 2. ارتداء المئزر والعناية بالهندام اللائق. 3. حضور تحية العلم. 4. مرافقة الفوج التربوي المعني بنظام وهدوء من الساحة إلى حجرة الدرس. 5. تبادل الاحترام والمعاملة الحسنة مع جميع أفراد الجماعة التربوية بالمتوسطة. 6. تجنب كل أشكال العنف اللفظي والمعنوي والجسدي مع التلاميذ. 7. اعتماد اللباقة والرفق واللين والحكمة أسلوبا للتعامل مع كل التلاميذ على اختلاف فروقهم الفردية. 8. كسب ثقة ولي التلميذ وجعله شريكا فعالا في تربية وتعليم ابنه. 9. الاطلاع على الحالات الخاصة للتلاميذ والاستعانة بمستشار التوجيه والإرشاد بالمتوسطة بشأن هذه الحالات. 10. التعرف على المستوى العلمي للتلاميذ في بداية الموسم من خلال نتائجهم المدرسية في الموسم السابق. 11. تعزيز التعرف على المستوى العلمي للتلاميذ في بداية الموسم من خلال تفعيل المعالجة البيداغوجية مع تلاميذ الأولى متوسطة، وتفعيل التقويم التشخيصي مع تلاميذ الثانية الثالثة والرابعة متوسط. 12. التنسيق المستمر أو شبه اليومي مع زملاء المادة وتبادل نقاشات تخص الممارسة البيداغوجية والعمل مع الزملاء كفريق واحد، سيكون ذلك مفيدا جدا في تسريع تطوير كفاءتك الأستاذية. 13. تطلع على النصوص القانونية والتنظيمية في إطار التشريع المدرسي ما يمكنك من تحديد واجباتك وحقوقك بخصوص وظيفتك ومهامك كأستاذ. في البيت: 1. توفير وإعداد كل الوثائق البيداغوجية الضرورية لتنفيذ العملية التعليمية التعلمية. هذه الوثائق ممثلة في قوائم تلاميذ الأقسام المسندة لك: المنهاج، الوثيقة المرافقة، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، مخططات التعلمات السنوية، التدرجات، دليل بناء الاختبار، الكراسة اليومي، كراسة التنقيط أو التقييم. 2. الاطلاع على تدرج حصص المقطع الذي تريد تناوله مع تلاميذك من أجل تحديد الحصص التي ستتناولها في اليوم المقبل. 3. إعداد مذكرات الحصص التي ستتناولها في اليوم المعني. 4. لإعداد هذه المذكرات تستعين بنماذج عنها وبالمنهاج، الوثيقة المرافقة، دليل الأستاذ والكتاب المدرسي، وبزميل ذي كفاءة وخبرة إن لزم الأمر. نبقى دائما مع عوامل النجاح المهني. في القسم 1: بعد جلوس هادئ للتلاميذ حسب ما خططت له، تبدأ حصتك بحماسة وبشاشة ووجه طليقة. 2. وقت حصة الرياضيات بالكاد يكفي تنفيذ عناصرها وأجزائها العديدة، وبالتالي لن يكون هناك مجال للتلميذ لأن يخرج عن جو الحصة، فما عليك إلا شغله بما يجب. واعلم أن كل تلميذ مهما كان مستواه يمكنك توظيفه وإدماجه في جزء معين من حصتك، وتجنب عزل أي تلميذ أو إقصائه، بل إشراك كل التلاميذ في الحصة هو الأصوب. وهذا ما جاءت به البيداغوجيات الحديثة، وهو تفعيل دور التلميذ وإشراكه في فعل التعلم إلى أقصى حد ممكن، وبهذا تتجنب أن يكون لديك تلاميذ مشاغبين أو كذا، لأن الجميع سوف يندمج في حصتك مهما كان مستواه، مهما كانت خصوصيته كتلميذ. 3. لتسيير هذه الحصة يكفي أن تنفذ الخطة التي أعددتها بالتزام وباحترام الوقت المخصص، وحرص على إنهاء جميع العناصر والأجزاء المقررة في هذه الحصة لأن الوقت ثمين وغير متاح. 4. خلال كل الحصص ومهما كان نوعها
تحاول تنويع الاستراتيجية تنشيط التلاميذ، بحث فردي ثنائي فردي ثم ثنائي فوجي وكذا. 5. تراقب خلال فترات الحصة منتوج التلاميذ وإجراءاتهم وتسجل أهمها. 6. نترك الفرصة للتلميذ ليخرج تصوراته ومقترحاته بشأن الحلول، ونتجنب توجيه عمله إلا للضرورة القصوى. 7. بعد كل منتوج للتلاميذ مهما كان بسيطا أو مركبا نمارس معالجة بيداغوجية بشأن الأخطاء التي يرتكبها أو النقائص التي قد يعانيها. 8. في نهاية كل حصة نسجل في بطاقات المتابعة تقييم تلاميذ معينين، يفضل من الفئة المتوسطة بالخصوص ذوي تقديري التحكم الجزئي والأدنى بخصوص موارد معينة. د. في الوقفات التقييمية الممثلة في وظائف منزلية 2 في كل فصل، وظائف محروسة 1 في نهاية كل مقطع، فروض فرض محروس في كل فصل، اختبارات اختبار في كل فصل. 1. تستعين ضمن جلسات تنسيقية على مستوى المتوسطة بزملائك ذوي الخبرة والكفاءة من أجل إعداد مواضيع ملائمة تراعي فيها شروط ومعايير معينة من أجل الوقفات التقييمية المذكورة. 2. كل وقفة تقييمية يجب أن تتبع بحصة لعرض حالها، وقفة من الوقفات المذكورة هنا. بعد أن تقيم منتوج التلاميذ تصحيح الأوراق. 3. تسجل في كراسة التنقيط وفي دفاتر المراسلة العلامات التي تحصل عليها تلاميذك، وربما تسجل على بطاقات المتابعة التقديرات المناسبة. 4. تحدد بعد كل حصة عرض حال قائمة التلاميذ الذين هم بحاجة إلى معالجة بيداغوجية مقبلة. توجيهات يجب الحرص على تنفيذها مستقبلا حتى نضمن الحد الأدنى المطلوب من الكفاءة الأستاذية للأستاذ، وهذا طبعا إضافة إلى التوجيهات التي عرضتها قبل قليل. 1. ضرورة الالتزام بعوامل ومؤشرات الاندماج في الجماعة التربوية المتوسطة، هذا اللي تكلمنا عليهم قبل قليل كامل. 2. ضرورة الالتزام بمحطات المقطع واستعمال التدرج الموصى به. 3. ضرورة الالتزام بإعداد مذكرات الحصص حسب النماذج الموصى بها وبخط اليد. 4. الاستعانة بالزملاء المرسمين بالمتوسطة من أجل إعداد لكل أنواع الحصص وبناء مواضيع مختلف الوقفات التقييمية. 5. من أجل ضمان انضباط التلاميذ والتحكم بهم، هذا مهم جدا جدا جدا. من أجل ضمان انضباط التلاميذ والتحكم بهم لا نترك أي وقت فراغ للتلميذ، في الحقيقة 55 دقيقة بالكاد تكفي لتنفيذ عناصر الحصة. إشراك جميع التلاميذ ودون استثناء في عمل فردي أو ثنائي أو فوجي، وبذلك نتجنب إقصاء أي تلميذ أو عزله مهما كانت صفة ذلك التلميذ، هذه ذكرناها قبل قليل ولكن لا بأس بإعادة ذكرها لأهميتها الكبيرة. إشراك مستشار التوجيه المدرسي في ضبط تلاميذ معينين، فهذا المستشار مؤهل لهذا الأمر من عدة جوانب. تفعيل دور الولي كشريك فعال في توجيه وضبط ابنه، وهذه النقطة مهمة جدا جدا. التحضير الجيد للحصص كفيل بالتحكم التام في كل العناصر البيداغوجية للحصة بما فيها التلاميذ. 6. من أجل توجيه أعمق لك أستاذ اتبع الخطوات العملية التالية: الدخول لليوتيوب، الدخول للقناة خطوات صحة مع الأستاذ حسن، متابعة الفيديوهات بالترتيب التالي: الحلقة الأولى إعداد التوثيق اللازم، الحلقة الثانية تفعيل التقييم، الحلقة 3 كيف أسير حصة يبني تلاميذي موردا جديدا، الحلقة 4 ما هي أنواع الوضعيات التعلمية وما هي خصائصها البيداغوجية، الحلقة 5 مؤشرات وعوامل النجاح المهني للأستاذ المستخلف المتعاقد والمتربص وكذا. طبعا ويمكنك أن تحمل أيضا ملفات معينة في صندوق الوصف من أسفل كل فيديو من هذه الفيديوهات. تدرجات مقترحة، تدرجات المقطع الثاني، تدرجات المقطع الثالث، وباقي تدرجات المقاطع إن شاء الله المقبلة. ولمتابعات أكثر واستفادات أخرى يمكنك الدخول لقائمة التشغيل لأستاذ الرياضيات فقط، هذه القائمة بلاي ليست هذه اسمها لأستاذ الرياضيات فقط، طبعا دائما على نفس القناة. أخيرا إن التزامك بهذه التوجيهات هو الكفيل الوحيد بأن تظفر بمكانتك ضمن طاقم تدريس الرياضيات بالمتوسطة. هناك مكانة عظيمة تنتظرك كأستاذ للرياضيات في التعليم المتوسط، وقبل أن تظفر بهذه المكانة المنتظرة يجب عليك العمل بكل ما ذكرت لك من هذه التوجيهات. طبعا هناك توجيهات جزئية أخرى تندرج تحتها سوف يمكنك أن تكتشفها بنفسك. السلام عليكم.